كل الناس دلوقتي بتتكلم ان الاهلي شبه تعاقد مع المدرب السويسري فيشر. مين فيشر ده بقى؟ والناس عماله تقول عليه ايه؟ طب ده عمل ايه؟ كام بطولات؟ سنه كام؟ هيعمل ايه؟ واهم نقطه، ازاي الاهلي قدر يخليه يدرب في افريقيا وهو كان رافض ان هو يدرب اي نادي خارج اوروبا؟ كل حاجه هنعرفها عن فيشر في الفيديو ده. مش تعمل نبدا الفيديو، مش تشترك في القناه، فعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا الحلقه. مدرب الاهلي، كل الصحف، ابراهيم فايق وكل البرامج التلفزيونيه وكل الصحف بتقول ان فيشر المدرب السويسري بنسبه 95% في الاهلي. ده ايه؟ ده مدرب سويسري زي فايلر وزي بالظبط كولر، نفس مدرسه فايلر ونفس مدرسه كولر. وكمان اللي سهل المفاوضات على الاهلي ان هو وكيل اعماله نفس وكيل اعمال كولر، ومرتبه هو تقريبا نفس مرتب كولر، بس هو طالب من الاهلي طلبات. اول نقطه ان هو عايز 5 اشخاص معاه في الجهاز الفني. مين؟ عايز 3 مساعدين ليه، وواحد محلل اداء، ومدرب حراس. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاهلي عايز يتعاقد معاه لمده 2 سنين. المدرب ده جاله عروض من السعوديه ورفضها، وكان رافض ان هو يروح اي دوري بره اوروبا، الا وان جاله الاهلي رحب جدا بفكره الاهلي، وان وكيل كولر اقنعه جدا وقال له الاهلي ده سياسه ده نادي اوروبي، سيبك من اللي هو في افريقيا، بس ده نادي اوروبي هتتبسط جدا وانت فيه. الاهلي خلص معاه تقريبا شبه 95% من الحاجه اللي المفروض يخلصها، بقى مرتب، كل حاجه له علاقه. احنا هنا بقى هنتكلم هو عمل ايه، القاب ايه، درب مين. فيشر ده بدا التدريب مع الناشئين، بس اول مهمه ليه كمدير فني في 2010 لنادي اسمه زيورخ، وقعد معاه 2 سنين. بعد كده ريح سنه، قال لك انا رايح من التدريب سنه، ورجع تاني درب نادي نون السويسري من 2013 لغايه 2015. بعد كده خلص من هنا راح نادي بازل في 2015 وقعد معاه 2 سنين. بعد كده قال لك انا بص انا رايح من التدريب، وقعد سنه كده مريح من التدريب، ورجع تاني درب نادي يونيون برلين الالماني، ودي كانت اول تجربه ليه خارج سويسرا. وقعد فيها قد ايه بقى؟ من 2018 لغايه 2023، يعني 4-5 سنين كده. ايه، كان مطول معاهم تطويله حلوه يعني، لغايه ما هو تمت اقالته في 2023. يعني هو مريح من التدريب بقاله تقريبا 1.5 سنتين، وده سلاح ذو حدين. يعني لا اما الدنيا تفوق معاه ويبقى كويس، لا اما يكون ناس التدريب. فاحنا وحظنا، هي بطيخه وانت وحظك بقى زي ما تيجي. فهي برضه فيها نسبه مخاطره. ارقامه ايه بقى؟ ارقامه بطولاته، هو جاب 3 بطولات في طول مسيرته مع نادي بازل، 2 دوري و1 كاس، ما جابش اكتر من كده. الاهلي حتى الان شايف ان هو انسب مدرب لتدريب الاهلي في الفتره الحاليه. مدرب السي في بتاعه كويس جدا، مش اقوى حاجه ومش اقل حاجه، السي في بتاعه كويس جدا، خد بطولات، يعني عارف موضوع بطولات. درب نادي بره سويسرا في المانيا ونجح جدا، قعد معاهم فتره طويله جدا. اغلب الانديه اللي راح فيها قعد معاها تقريبا 2 سنين، مفيش نادي قعد فيه سنه، هو السنتين اغلبه بيقعد 2 سنين. فهو دايما مدرب بيطول مع الانديه، بيريح كل فتره. فهي دي بقى انت ونصيبك، لا يطلع بقى كويس يطلع اي كلام، ده كله هيبان. وان اهم نقطه بالنسبه لهم ان هو نفس المدرسه بتاعت فايلر اللي مشي بسبب اسباب عائليه، بس كان مدرب جامد جدا. وكولر اللي انا ما زلت مصمم ان مدرب جامد جدا، ومن اقوى المدربين اللي جت في مصر في الاونه الاخيره، مدرب اجنبي. في اخر فتره ما كانش قد كده، بس هو من ساعه ما جه كان صراحه بيحقق كل الالقاب اللي مطلوبه منه بنسبه تتخطى 90%. دي كلها حاجات بتفضل فشل على مدربين تانيين. في مدربين 2 برتغاليين، بس ده اقربهم. فشل قرب مدرب سويسري، وهو مرحب جدا وان هو راضي ومرحب جدا بالتدريب الاهلي، بالرغم ان هو كان رافض فكره اي تدريب تاني خارج اي نادي خارج اوروبا. وصرح بتصريح، قالوا له انت مش ناوي ترجع تدريب تاني؟ قال لهم انا وحشني ان انا اقعد على الدكه تاني وارجع ادرب نادي جديد تاني. الراجل عنده شغف ان هو يرجع تاني للتدريب مره اخرى وترجع له الحياه تاني. اكتب تحت في كومنت، شايف ان فيشر ده لو هو جه الاهلي هل هيبقى فعلا جامد وهيعمل ارقام زي كولر وهيبقى جامد زي فايلر، ولا الموضوع ملوش علاقه بالجنسيه ومش علاقه بالمدرسه وانت ونصيبك هي وانت وحظك؟ وهل فتره ان هو بقى له 1.5 سنة او 2 سنين ما بيضربش دي هتاثر عليه بالسلب ولا لا؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.